اهلا بيكم يا حبايب قلبي. النهارده هنعمل مع بعض وصفه مميزه جدا ومحبوبه عند الكل، الجلاش المسكر مقرمش من بره وبيدوب في البق من جوه، وطريقته سهله جدا. امشي معايا خطوه بخطوه هيطلع معاكي زي المحلات بالظبط، طبعا احلى كمان. قبل ما نبدا اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. يلا نخش المطبخ ونبدا الوصفه السهله بتاعتنا النهارده. الاول هنبدا بالشربات، عشان احنا الجلاش بيكون سخن والشربات بيكون بارد، فاحنا هنبدا بالشربات. انا هنا عامله صينيه 28، حاطه عليها كوبايه وربع سكر على كوبايه ميه. عايزه اقولك والله المقدار تمام جدا، ولا مسكر قوي ولا ايه، يعني مظبوط جدا على فكره. ولو حبيتي تزودي ممكن تحطي كوبايه ونص سكر على ايه ربع ميه. بس كده. اول ما يغلوا مش هتقلبي فيهم خالص، هتروحي حاطه اللي بعد ما يغلوا هتروحي حاطه نص ليمونه وتروحي شايله الريم زي ما انت شايفه كده اهو. في خطوه انا عندي ما اتصورتش، بس هي مهمه. وعلى فكره في اي بقى كنافه، اي شربات، حاجه مسكره تحطيها بتبقى تحفه. معلقه سمنه بلدي صغيره، حتى لو هتلاحظي هتبين كده في السكر، تحسي اللي هو السكر يعني في سمنه كده. وطبعا بعد ما بتطفي بتحطي فانيليا. بس كده. كده هنبدا بقى ايه، السكر خلص وطفينا عليه. نبدا الجلاش. انا جايبه معايا ورقه جلاش، هي بتبقى حوالي نص كيلو. وطبعا هنا عشان انا عامله صينيه مدوره فبروح مقطعه، لو مستطيله هتنفع معاكي على طول. هنا مدوره فالزوايد انا بقطعها، طبعا مش برميها، انا بحطها في النص. وعلى فكره ما بتبانش خالص، ولازم تتحط عشان تتقل ورقه الجلاش ما تبقاش خفيفه معاكي. بس كده. انا باخد هنا مقاس الصينيه اللي انا هستخدمها، والزياده انا حطيتها في طبق على جنب. وهنا الاول هدهن طبعا الصينيه. طبعا انا معايا حوالي نص كوبايه سمنه بلدي، ممكن تحطي سمنه على زيت. وهو المفروض بنحط كمان معلقه زيت واحده على نص كوبايه السمنه عشان الجلاش يورق معاكي. وتحطي ورقتين ورقتين، وكل ورقتين هتروحي حاطه بعديهم بعد كده سمنه تدهنيهم بسمنه. يعني تحطي ورقتين وتدهني، تحطي ورقتين وتدهني. ولما تحسي ان يعني نص ورقه الجلاش خلصت وباقي نص تاني، تبداي ايه، ترصي بقى الورق المتقطع في النص كده، ترصصيه زي اكنك بتعملي ورقه كامله. وهتشوفي معايا كده دلوقتي. عايزه اقولك على حاجه، هي الطريقه العاديه جدا بتاعت يعني امهاتنا بتاعت زمان، بس والله احلى طريقه وجميله جدا وسهله قوي. متاخدش منك وقت، وهتفرحي الاولاد بحاجه بسيطه وحاجه متاحه عندك في البيت. زي ما انت شايفه كده، بس عشان خاطر يطلع معاكي مورق. كل ورقتين تحطي سمنه بس. وزي ما انت كده شايفه معايا، الورق المتقطع بروح مرصصاه كده زي كأن ورقه كامله لغايه ما بخلصه. برضو هروح حاطه جزء تاني وارجع احط الورق المقطع تاني. بس هنا